شاطئ، من هون البحر، من هون الجبال والخضار، ورانا فلسطين الحبيبة تبعد عنا ما يقارب 10 دقائق. وصلنا هلا على صيدا ورايحين على قلعة صيدا. آثار جدا جميلة رائعة جدا. يا صباح الخير من خليج الزيتونة. اليوم الفيديو مميز، اليوم منطلقين على جنوب لبنان، أكيد راح نمر بجميع المدن السياحية، صيدا، صور، وراح نتعرف عليهن، وممكن نكفي عن ناغورة. وأنا طالع مع جروب لبنان هيفن، جلبير صديقي جروب، لأنه راح أترك الرابط الجروب بالوصف، ورغم الجلبير لأي شخص حاب يطلع معنا أو حاب ياخذ أي معلومات بالوصف، كل المعلومات. ويلا ننطلق. وصلنا مدينة صيدا، مدينة التاريخ. راح نبدأ معكم بالقلعة التاريخية، أو فيكم تعتبروها مش القلعة، جزيرة. هاي القلعة الوحيدة اللي صايرة بوسط المي، جسر ما يقارب 50 متر أو 100 متر لنصل للقلعة. هاي أول دخلتنا. كمان يا اخوان عندنا هون مش بس القلعة جزيرة، لقدام شوي شي يمكن 500 متر عندنا جزيرة اسمها جزيرة الصيرة. في رحلات سياحية لإلها، وبالصيف تكون الأجواء فيها، في ناس تروح تقعد نص نهار هنيك، فيها تتسبح بهذيك الجزيرة. وكثير أسئلة تجينا عن رحلتنا السياحية، وين الأماكن اللي نزورها. بداية لبنان بدها ممكن سنة لتزوروا كل الأماكن السياحية، لأنه لبنان كل أماكن سياحية. لكن جلبير أكيد رحلتنا بننظمها خلال 5 أيام، فينا نفرجي للسايح لبنان من الجنوب إلى الشمال. يعني باليوم نزور مدينتين 3، وأهم الأماكن اللي المفروض نزورون أكيد نحن بنعرف بهالأشياء، ونوفر على السايح كتير وقت وكتير جهد. نحن هلا بقلعة سور. ويا هلا وسهلا فيكم من قلعة مدينة صور، الساحة الرومانية. الساحة بس مساحتها جدا كبيرة. هون في الدراج، الدراج رومانية. راح نبدأ بقلعة مدينة صور. القلعة ضخمة جدا، لكن هاي البوابة ما أضخمها. مدينة من القلعات والتاريخ. هون يا اخوان عندنا هاي مثل الابواب، ما يقارب 50 باب، كل 5 امتار باب ليكو. وهاي القلعة ترجع الى الزمن الروماني، والمكان عن جد غني عن الوصف. مكان كله تاريخ، كله آثار، شيء رائع جدا. بعد ما كان مشوارنا اليوم على قلعة صيدا وقلعة سور، جينا على البيادة الناقورة. شوفوا بحر شو نضيف. كثير من الناس تيجي لهون وبتنزل لتحت تاخذ صور. هون المكان رائع. تحت البحر ازرق والجبل ابيض كليا. وبلخص هذا المكان عند السد هذا كثير مشهور.
وهلا انتهينا من منطقة البياضة ومنتقلين على المكان اللي بعده. وصلنا منطقة الناغورة، من مناطق لبنان الجميلة، مطلة على البحر، فيها الجبال والخضار والبحر تحتك. وهون بعد ممكن ربع ساعة 10 دقايق نكون على حدود فلسطين. هاي حدود فلسطين إذا مبينة عليكم، الجبل هذاك نصه للبنان ونصه لفلسطين. ليكوا الصبايا اللي معنا جدا استمتعوا بالمكان هون. هون المكان فيكم تعتبروه شاطئ صخري، لكن هون الجمال، هون مثل الخضار تيجي بالصف السيارات، في كمان اكسبريس بتشتري منها قهوة وقدامك البحر. هلا انتهينا يا اخوان من هون ومكفين رحلتنا. راح نروح على مكان حد جدا جميل، اكيد هو على البحر، هلا متجهين عليه. وراح انهي معكم رحلتنا هون. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة واستفدتوا من الاماكن اللي زرناها. وكالعادة انطونا لايك واشتركوا بالقناة، ورابط قناته لجلبير بالوصف، ورقمه فيكم تتواصلوا معه وتعرفوا كل المعلومات عن الرحلة والاسعار وكل شيء.